السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولسه مكملين في فيديوهات كي جي 1 واللي بنتعلم فيها اصوات الحروف وازاي نقرا كلمة مكونة من 3 و4 و5 و6 واكتر. وكمان بنتعلم ازاي نكون جملة او نعرف القواعد الجرامر البسيطة. يلا بينا. النهاردة بنكمل الجزء الثاني من يونت 2. بصوا كده، احنا في يونت 2 وقلنا ان كل وحدة وكل يونت بناخدها على جزئين. اخدنا في الفيديو اللي فات الجزء الاول والنهاردة هناخد الجزء الثاني، واللي هو بيتكلم زي ما قلنا اهم حاجة عن القراءة. بيعلمنا ازاي ننطق الحرف ده وايه الكلمات اللي بتيجي معاه وازاي ننطقها. الحرف ده اسمه ام ولكن بننطقه زي صوت البقرة كده. طيب تعال نشوف الكلمات. وعشان ننطق اول كلمة واللي هي الفم لازم نبقى عارفين ان الحرفين دول الاو واليو مع بعض انا هنطقهم او، يبقى في حرفين انا هنطقهم او. خلاص كده، يبقى الاو واليو بنطقها او. نستهجى بقى ونقول ماو ماو ماوث ماوث ماوث. ما ز. يبقى اول حاجة ما، دي كده اول حرفين. بعد كده تاني حرفين ز ما ز ما زن. شفتوا بنقسم الكلمة مهما كان عدد الحروف فيها كتير ومفكرينها صعبة، لو قسمناها بتبقى الكلمة سهلة. ده اسمه اليو بنطقها تعبانة الحرف ده يبقى مج. يبقى تاني ماوث زن مج. تعالوا نشوف يعني ايه لبن. الاي هنا هنطقها اي يبقى ميل ميلك لبن ميلك. البنوتة دي اسمها ايه؟ اسمها ماها فيها مدين اتنين ماها. امي يعني ايه؟ الاو هنطقها يبقى مام اول حاجة مي لان الواي في الاخر بكسر فيها زي المد اليائي اي، يبقى مامي وفيها 3 امز مامي. يبقى تاني معايا ماوس الفم، والولد ده اسمه مازن، الفنجان الايد اسمه مج. لبن يعني ميلك. امي يعني مامي وبنتها اسمها ماها. يبقى حرف الام اسمه ام، ملناش دعوه باسمه ولكن بنطقه بعد كده بنروح تاني عند اللتر ام وبيعلمنا ازاي نرسم حرف الم. ونصيحة انسوا خالص تعلموا اولادكم ان ده اسمه ام، نسوهم اصوات الحروف وخليهم بس فاكرين دايما صوت الحرف. يلا نشوف. ماوس اللي هو الفم. مامي مج. ما تيأسش وما تملش، اقرا كتير وقول كتير جدا. مج. ميلك مازن. والاي على فكره احنا بننطقها ايه عشان كده مش باينه. زن كانها مش موجوده. مازن. turn the page. اللي معايا الصفحه هتروح عند اللي هو عباره عن زي كرتون كده وحاجات بيعلموها لنا. بتعمل تقص ورقه وبتعمل فيها اشكال. نسيب ده للمدرسه، ما فيهوش اي حاجه تخصك خالص. هتجيب الصفحه اللي في وشها برضو نفس الحكايه، بيقصوا بيعملوا اشكال، مهارات كده مع بعضهم. اهم حاجه احنا لحد دلوقتي لسه مستمرين مع letter حرف الام، فهم بيقعدوا يعملوا حاجات تخص حرف الام يعلموا بيها الاولاد. هنا بقى عندك مهمه. عندي مهمه. ايه المهمه اللي انا هعملها؟ ان هتقرا الكلمه وتشوف الحاجه او الشكل اللي في وشك ده عنده منها 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. انت اللي يهم ولي الامر هنا ان هو يكون ابنه بيعرف الارقام، يعرف ده رقم ايه، ده نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5، يعرف الارقام ويعرف يعدها ويكون عارف يستهجى كل كلمة اسمها ايه، مش بس يعتمد على الشكل اللي في الصورة.
لا، يكون عارف الكلمه نفسها اسمها ايه وعارف يقرا. قلنا اهم حاجه في المرحله الاولانيه الفوناتكس اللي هو القراءه اكتر من القواعد، كمان يكون بيعرف يستهجى. قلنا العين نكتبها حاجه ونقراها حاجه تانية خالص. عين يعني اي، متخيلين حرف الاي ده العين. لما نيجي نكتبها بكتبها اي واي اي، اي واي اي، اي اللي هي عين. الفم اللي هو البق ببدأ استهجاه. قلنا الاو واليو او، الاو واليو او، والتي والاتش س، يبقى ماو ماوث ماوث. ايد يعني هاند هاند. اذن يعني ear. قلنا حرف الاي لما بيجي ورا الاي بتساعد صاحبها ان هو يكسر جامد قوي. ear اذن. طب بصوا حرف الاي هنا انا هنطقه ايه؟ مش هنطقه اي عشان مفيش حد قاعد جنبه. هنطقه ايه؟ هنطقه ايه اللي مش سامع حاجه. حرف الاي ده ودنه داخله لجوه، عشان كده هو مش سامع حاجه. يقعد يقول للناس ايه بتقولوا ايه. يبقى لج واللي هي الرجل. ده كل اللي ولي الامر محتاجه من التمرين ده. خلي ابنك بقى يلعب ويلون، لكن انت اهم حاجه عندك يعرف يستهجى كويس جدا ويعرف النمبرز يقولهم ويعرف شكلهم كمان. التمرين اللي في وشه ولي الامر مش عايز حاجه منه، ده عباره عن تحسين الخط وايده تكون متحكمه في القلم جدا، تقوي اعصاب الايد، تمرين لتقويه اعصاب الايد فقط. نقلب turn the page، نقلب الصفحه. لسه شغالين مع بعض. هنلاقي بعد كده find the difference، يعني شوفي الاختلاف. ده عنده 2 eyes، ده عنده 3 eyes. نلعب مع بعض برضو، ومنها برضو نثبت كل حاجة معناها ايه، كلمة ومعناها. البنت دي بتقول ان هو عنده 1 ear، اذن واحدة. ده عنده 1 ear، ودن واحدة فوق اهي. دي بتقول لا، الشكل اللي عندها فيه 2 ears، واتفقنا ان ear اذن واحدة. لما احب اجمعها خليهم 2، احط اخرها اس البلورال، اس الجمع. كل صفحة ما تسيبهاش غير لما تطلع فيها بحاجة، اطلع بحاجات من جواها. 2 ears، اس الجمع. هنا عنده 2 eyes، ده عنده 3 eyes، 1 2 3. هيعد وهيثبت الارقام وكمان هيثبت اعضاء الجسم. بعد كده عندي في يونت 2 اللي هي تعتبر اخر صفحة في يونت 2. عندي ايه بقى؟ بيقول ايه التمرين ده؟ بيقول لك find، يعني دور او طلع او حط دايرة على ايه؟ على الشكل المختلف اللي ملوش دعوة ببقية الاشكال. يعني مثلا اذن يعني ear، وهنا هنقول بالانجلش بقى ear. طيب nose and تاني، دي ear عضو من اعضاء الجسم، nose عضو من اعضاء الجسم. مج، ايه ده ايه اللي دخل المج هنا؟ ده اعضاء الجسم. ايه اللي دخل المج؟ اعمل عليه circle واطلعه بره. عندي هنا دي hand، الايد. هنا عندي بي، نحلة. hair، شعر. mouth، الفم. كل دول اعضاء جسم، اطلع البي، النحلة. الصورة الثالثة عندي honey، عسل. hand، ايد. leg، الرجل. eye، العين. برضو الاي والleg والهاند اعضاء الجسم. اطلع انا الهاني، العسل، واحط عليه circle. يبقى انا كده طلعت الحاجة اللي ملهاش دعوة بيهم. كده احنا خلصنا يونت 2، خلصناها كلها. اقلب الصفحة turn the page، هلاقي يونت 3. اوعى تنسى ان احنا بناخد كل وحدة على جزئين. ركز في عنوان الفيديو من تحت، هتلاقي جزء اول والجزء التاني. شوف اللي انت هتتفرج عليه وتشوف الشرح بتاعه. لو بيعجبك الفيديوهات متنساش تعمل لايك وشير لكل اصحابك اللي قدك واللي عايزين يتعلموا. ولو مش عامل سبسكرايب للقناة اعمل. لو عايز تسيب لي اي سؤال وانا هرد عليك ان شاء الله سيبه في كومنت تحت الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو جاي ان شاء الله. اتمنى يكون فيديوهاتي بتعجبكم. باي.